السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الورد والفل والياسمين. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف الكيكة بتاعتنا الحلوة دي منها ازاي. دول 3 بيضات درجة حرارة المطبخ، وسن فانيليا، معلقة خل ابيض عادي او بديل ليها عصرة ليمونة. الخل محسن حلو قوي للكيك، والبديل ليه عصرة ليمونة. نص كوباية سمنة، نص كوباية سكر ونص كوباية سمنة. سمنة على زيت، سمنة بس، زيت بس. أهم حاجة يكون الزيت بتاعك نضيف ملهوش ريحة، يعني في الحاجة الحلويات اللي زي دي ريحته بتبان أكتر لو ليه ريحة. طبعا ضربنا الحاجات الحلوة دي كلها في الخلاط أو بالمضرب الكهربائي أو الهاند بلندر الموجود عندنا. دولت كوبايتين مجان كده بتاع الشاي العاديين، دقيق ناقصين معلقة كبيرة، عشان حطينا المعلقة الكبيرة ديت كاكاو. ان الكاكاو طبعا زي الدقيق بالظبط. لا اله الا الله. وطبعا احنا ناخلينهم نوبة ودي تاني نوبة عشان يدي طراوة حلوة للكيك. وحن حط معانا لا اله الا الله معلقة تاني صغيرة. انا حاطة معلقتين، هي معلقة كبيرة بس انا حطيتها على مرتين يعني كاكاو. ومعانا كيس كيك شيف، هو كان ناقص شوية، ناقص معلقة، لان الصينية صغيرة مش محتاجة الكيس كله. وهنضرب المكونات كلها في بعضها، هنلف بالدقيق على المكونات بتاعتنا لفة واحدة على ناحية واحدة عشان من الكيكة تاخد طراوة معانا وتبقى حلو. وسمكها طبعا حلوة كده، مش عايزينها تقيلة برضو. وهتفضيها معانا في الصينية، دهناها مادة دهنية ومبطناها دقيق، وبالسبتلو كده هنلم اللي فيها حلو. خسارة ده بفلوس. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي وتعملوا الاحسن. طبعا الفرن بتاعنا مولعينه، وهنحطه نحطها تحت الشواية، تحطها في الفرن العادي الموجود عندنا. لنص بقى كوباية سكر بعد ما غسلنا الخلاط بتاعنا حلو ونشفناه عشان زفرة البيض. ومعانا نص كوباية لبن حليب. ومعانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هنجيب كوباية بتاع القهوة الصغيرة كاكاو خام، او نص كوباية من الكوباية العادية او اقل من نص شوية. انا مش محتاجة كمية كبيرة كاكاو خام. وملوها زيت، يعني يجي 4 معالق كبار او 5. طبعا هنحط برضو ورقة فانيليا عليه ونضربهم في الخلاط حلو. المكونات دي كلها دي السوس بتاعها اللي هنسقيه بيها او الشوكليت بتاعها. تاكلي احلى صينيه كيكه بالشوكولاته، ولا هتحتاجي جاتو ولا هتحتاجي كريمه ولا اي حاجه. عيالك هيتبسطوا منهم وما شاء الله عليه. وهنزوجها له. عاوزه تخرميها بالخله كده وتسقيها ال الكاكاو او الشيكلز بتاعنا اللي احنا عملناه او الجناش بتاعنا، او عاوزه تشيليها كده الحته دي من الوسط، هي عاليه شويه طبعا، شايفين مفتحه ازاي وما شاء الله عليها طيابها حلو. عايزة تحطي كيس اول ما تطلع سخنة على طول وتحطي كيس تشيلي الوش ده عادي مفيش مشكلة. فانا قلبته وحطيتها على صينية اهيت، وبرضه نقلتها من على الصينية بتاعتها تاني. وهتسقيها بقى كده، تشربها التشربة بتاعتها دي ما شاء الله عليه كأنها شوكولاتة. هتحطها في التلاجة دقيقتين بس، او 3 دقايق مش اكتر. ولو عندك شوية شوكولاتة في المصلة بقى، شوية جناش شوكولاتة ما شاء الله عليها، يعني تبقى زي العسل. او شوكليت، يعني حاجات بسيطة احنا بنجيبها وبتتوفر عندنا في البيت. حبات بسيطة، مش هنعمل كريمة ولا دقيق سبونشي ولا اي حاجة. احلى صينية كيكة احنا بنزوقها. لو عندك اولاد في البيت بيفرحوا بيها. ما فيش اولاد هنعملها سادة كده عادي زي ما هي، حتى مش هتنسى حلاوتها. وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي، وتسلم ايديكم وتسلم عينيكم مقدما.
طبعا انا حاطه لها الشوكليت اللي هو بيجي من عند العطار كده للكيكات والحاجات اللي زي دي. يعني هو ده كله انا برضو كنت عندي قبل كده وحاطه من البيت، يعني حاجات برضو في البيت كده بسيطه، لمسه اخيره كده بتدي منظر حلو. وطبعا بتتشرب من الصوص بتاعها ده. ما شاء الله عليه، طريه ومسكره وحلوه وما شاء الله عليه، وهشة وسفنجية، يعني مش هتنسى حلاوتها بثلاث بيضات بس. شايفين الحلاوة؟ ولو حابة تسيبيها سادة كده عادي. محرمش منكم يا حبايبي يا رب، ويجعل ودومكم نعمة في حياتي. تنسوش لو عجبتكم صينية الكيكة بتاعتي تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، بذمتكم ما تستاهلش لايك واشتراك في القناة. محرمش منكم يا رب، ودومكم نعمة في حياتي. شايفين الحلاوة؟ شايفين الطعمة بتاعتها؟ وعملت تكفي كتير، مش يعني تكفي أسرة كمان. طبعا الصوص بتاعها نزل في الطبق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.